بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه رأيكم في تسوية الرقعة الصينية الواسعة ديت وعلى ظهر البوتاجاز؟ بالذمة ما أحلى من الفطير المشلتت. ايه الجمال ده؟ ايه المنظر الحلو ده؟ اعملوا لايك واعملوا مشاهدة حلوة لتيتا، وشكرا لكم جميعا، وكل عام وانتم طيبين، وعيد أضحى مبارك عليكم. أكلنا دوت بتاع يوم الوقفة. عملنا صينية رز معمر ممتازة جدا، وشوفوا طلعنا الخرطة منه عاملة ارتفاعها عامل ازاي، واللون الرز أكنك عاملاه بسمنة صافي. تاكلي منه ما تشبعيش بجد، أكلة ما تنفعش دايت خالص، خلوا بالكم منها. وعملنا الكفتة الجميلة، وعملنا معاهم فراخ، وعملنا الرقاق وقطعنا الرقاق بالمخرطة. وما تنسيش تقطعيه بالمخرطة لاجل تقطعيه مظبوط وحلو. شفت الجمال ده؟ الرقاق طري وحلو قوي ومقرمش، وفي نفس الوقت طري. بس شوية رق والله العظيم كانوا عسل، وما فضل منهم حتة قد كده. بجد نفس القشطة في العجينة كان حلو قوي. ده الرقاق اللي كنا عاملين منه العجينة اللي مبطنينها بالقشطة، وحاجة فاخر من الآخر. تعالنا هنعمل شوية كفتة برغل اقتصادية وموفرة، وبتديكي كميات كبيرة جدا. عملنا حطينا بصلة، وحطينا توابل، حطينا بهارات، حطينا معانا البهارات اللي بتحبيها حطيها، كمون وكزبرة وفلفل اسود، معلقة زبادي حطيناها عليها، حتة فرخة ربع صدر، ربع الصدر بتاع الفرخة، الربع في الفرخة حطيناه كده، طحناه وحطيناه عليها، خلى طعمها حلو قوي. حاجة جديدة فيها، فراخ مع الكفتة. وحطينا بيضة، وحطينا معلقة نشا، وحطينا مع التوابل اللي طحناها هيت. كانت طحنة حلوة قوي، وخلت طعمها حلو جدا، ولا عوزنا نحط لها ملح تاني ولا حاجة، هي معلقة ملح. وطحنا حتة الدهن ديت وحطيناها، وحطينا بهارات كفتة، وحطينا حتة دقة توم. الله أكبر، كانوا شوية كفتة بجد خرافة. نص معلقة بيكنج باودر عشان تبقى مفتحة وحلوة من جوه كده. كل ده اتهرس في اللحمة اهو، خلطناه ببعضه. والبرغل لحد دلوقتي ما ولا بليته ولا حطيت في حاجة. كده اهو بليت البرغل وغسلته كام فم كده غسيل حلو. برغل الضحى عشان ما بنقيش. وجيت ديت بقى بنعمل كده للرقاق اللحمة بتاعته وعملنا، شوفوا بالصلاة على النبي، دي الكفتة خلطناها مع البرغل بعد ما غسلناه وسبناه يجي 5 دقايق كده من غير مية. ورحنا ماسكينه بقى طحنينه ببعضه تاني. وشوفوا لمناه كده وعملناه ازاي. ورحنا ماسكاه بقى صباعي، شوفوا لسه ما صعب اوي. ورحنا ماسكينه وعاملينه بالشكل ده، صبعينها كده اهو. وبنغلي لبن للرز المعمر، كيلو ونص لبن على كيلو ونص رز. وحطينا كده 3 حتت زبدة وقطعة قشطة كبيرة كده، دول حطيناهم مع اللبن عشان متلجين يغلوا مع بعض. والرز غسلناه وسبناه في المية عما اللبن غالي. ما ينفعش تغسلي الرز وتسيبيه من غير مية، بيبش. تسيبيه بالمية بيزيد وبيبقى كويس. صفينا المية وحطينا معلقة ملح كبيرة على الكيلو ونص، وحطينا معلقتين أو 3 زيت بس. وهناخده بقى وننزل في فرن البوتاجاز الصغير بتاع زمان المصانع. وحطينا بقى فيه اللبن اهوت، خد اللبن كله وما حطيناش ميه خالص. خد اللبن لبن بتاع فلاحي كامل الدسم. بالصلاة على النبي كانوا شوية رز يفتحوا النفس. باقي منه شوية نحطهم لكم على الفتة بكرة ان شاء الله. شوفوا الفرن عامل ازاي وما بتولعش غير من تحت، والله اكبر، حمر الوش بزيادة. هنعمل الكفتة نحط عليها ايه، هتبطناها بدقيق كده، وحطينا شوية دقيق على البقسماط وبيضة وشوية لبن. وهنحط في البيض وهنطلع من البيض على البقسماط والدقيق تاني. كفتة دي يا جماعة اقتصادية بجد، ونص كيلو على كفتة برغل عليه نص كيلو لحمة بتبقى حلوة قوي. وانا حطيت حتة الفرخة دي يعني زيادة من عندي كمان، زودتها جمال.
وبالصلاة على النبي بتبقى كفتة ممتازة، وأنا عملتها كتير بس بحب أعملها معاكم لأنها اقتصادية وبتوفر يعني وبتديكي كمية كبيرة جدا. شفت الرز بتاعنا بعد ما يجيش 10 دقايق لقيناه بالشكل ده في الفرن ده اهو، المصانع الصغنن ده. هنشوف الرز بقى. شوفي الغزة بالسيخ دي بتخليك الرز بقى. شوفوا كانت اللحوقات ازاي لسه بالزيت بقى. لما تعمليه كده بنمسكه ده اكنك بتقلب الرز، بس ما بنبينش بقى ان هو يتقلب، بيكمل سوا بقى لو هو لسه ني شوية. بتغطيه بقى وتسيبيه في الفرن على نار هادية خالص بتاع نص ساعة. اللهم صل على النبي، طلع زي ما شفتوه كده تحفة. كده سيبنا الكفتة لما شربت الحاجات اللي عليها كده عشان ما تبقاش عاملة دقيق كتير في الزيت. حطينا زيت طبعا بزيادة عشان نحمر الكفتة وما تفتحش. وشوفوا بقى منظر الكفتة عامل ازاي، عملت لنا كمية حلوة أوي وكبيرة كفتة. شوفوا المنظر حلوة. وجينا هنعمل الخلطة ديت بتاع الفتة بكرة، اللي هي ايه صلصة الفتة. حطينا فتة عملناها كده اهو مع حطينا عليها كيس صلصة، وعملنا يجي كيلو طماطم. انتوا عارفين انها غالية بقى. هنعمل صينية الرقاق ديت الايه، قشطة وسمنة زبدة وسمنة من مخلطة ولبن على الشوربة السمينة دي. طلع الرقاق الله أكبر عليه، كان حاجة فاخر من الآخر. وده الرقاق اللي خبزناه، هنزل لكم الفيديوهين ورا بعض. خبزناه ازاي، حطيناه بقى على بعضه كده وسويناه على نفس الصينية دي، كل 3 على بعض. طالع رقيق وجميل وبجد طعمه حلو قوي، لان كنت وانا بحط عليه كان عليه سمنة زبدة، عليه حتة قشطة برضه على شوية الزيت مع الدقيق، ادى الطعم للرقاق حلو قوي لدرجة انها كانت باينة فيه في الاكل وانت بتعملي كده. طعم القشطة والزبدة كان باين قوي في الرقاق. والله كانوا شوية رقاق حلوين قوي قوي. حطينا كنا معصجين نص كيلو لحمة. طبعا لقينا كتير على على الحبة الرقاق دول. الرقاق دوت طلع 9 رقاقات، حطينا 5 من تحت و4 من فوق. وحطينا طبقة لحمة حلوة جدا اهي، بالصلاة على النبي يعني مش قليلة. وب... وشوية اللحمة حلوين قوي اهو، طبقة كويسة جدا. وحطينا معاهم حبة جبنة رومي على موزاريلا على الوش كده، خلوها مسكت فيها. لا حتى وانا بقلبها بقى ما بحترسش من الرقاق، لو كانت مش دي محطوطة فيها ومسكتهم كانت وقع. بس جم مصلحة في الحطتين عشان وانا بقلبها على الصينية الواسعة دي ما ينفعش كان شوفوا حواليها سمنة، لو جيت اقلبها على حاجة هتعك ايدي هتطرطش علينا. رحت قلبتها كده بالمقصوصة، وطلع الله أكبر كان سهل جدا واستوى وكان طعمه حلو قوي قوي وطري وحلو. قطعنا طماطمتين وقرن فلفل وشوية شوربة، وهنسوي شوية فتة شوية كفتة كده من الكفتة اللي احنا عاملينها بقى للعيد، وحطيناهم هما كمان لأجل ايه يتاكلوا النهاردة. شايفين منظر الكفتة في الصينية عاملة ازاي. هنحط المية غليت مع الطماطم والفلفل، وهنحط الشوربة، وهنحط بقى كمان اهوت الكفتة تاخد يجي نص ساعة سوا ما بتحصلهاش حاجة، وتاكلها تلاقيها ماسكة نفسها وكويسة جدا. حبة رقاق وحبة أكل والله. وعملنا بقى فراخ جنبهم مشوية كمان، بس أنا قلت أنا بعمل لكم الفراخ كتير ما صورتهاش. كان الأكل حلو بالصلاة على النبي بألف هنا وصحة للي كان. شايفين منظر الرقاقة؟ اه، شوفوا احمرت من تحت وعملت ازاي.